انا اتحداك تكون عارف اسم وزير التربية والتعليم. مدرس اتقفل عليه باب الفصل واتضرب من شوية طلاب. الموضوع عدى على ناس كتير كأنه خبر وخلاص، لكن الكارثة الحقيقية مش في الضرب وبس. الكارثة ان الاحترام بقى بيضيع واحدة واحدة. احنا بقينا نعرف اسماء المشاهير والتيك توكرز اكتر ما بنعرف اسماء المسؤولين عن ولادنا وتعليمهم. بس اسأل اي حد في الشارع مين وزير التربية والتعليم، غالبا ناس كتير مش عارفة. وده مش عيب في الناس بس، ده لاننا بقينا نادر لما نشوف مسؤول يطلع يواجه الناس، يشرح، يطمن، يقول اللي حصل واللي اتعمل. ولما تحصل واقعة زي دي الناس تستنى فين المحاسبة، فين التربية، فين الأمان جوه المدارس. حتى واقعة مدرسة بشتيل الدنيا كلها اتكلمت عنها أيام، وقيل إن المتهم في إيد الأمن واتحقق معاه واتحبس على ذمة القضية. بس بعد الضجة دي كلها ناس كتير مش فاهمة لحد النهاردة إيه اللي حصل بعد كده، إيه مصيره، إيه العبرة اللي المجتمع شافها. لأن العقاب والنتيجة لما ما يكونوش واضحين للناس الردع بيضعف. التعليم مش مجرد كتب وامتحان، تعليم احترام، اخلاق، وامان. لان المدرس لو هيبقى خايف من الطالب، ولي الامر خايف على ابنه من جوه المدرسه، يبقى احنا عندنا مشكله اكبر من مجرد فيديو ترند. وقفوهم انهم مسؤولون. مش معنى الكلام ده اننا نهاجم حد او نظلم حد، بس اي مسؤول عن التعليم لازم يكون قدام الناس، يوضح، يحاسب، يتابع، علشان المدرسه ترجع تاني مكان تعليم، مش مكان الناس تخاف تدخله. سلام.